بعد ماتش الزمالك والاسماعيلي وبعض جماهير الاسماعيلي لما علقوا يافطة الفارس الكذاب وبدأت هتافات ضد جماهير الزمالك، اتفاجئت ان بعد الماتش اغلبية جماهير الزمالك، اغلبية نجوم الزمالك، اغلبية صفحات الزمالك بيكتبوا ويقولوا ان كتر خير الاهلي ومن حق الاهلي انه ما يلعبش في الاسماعيلية، وان الاهلي عنده حق انه ما يلعبش في الاسماعيلية. وانا معترض على الكلام ده كله انا مش موافق عليه. مش الحل ان الاهلي ولا الزمالك ان هم ما يلعبوش في الاسماعيليه يلعبوا في برج العرب او في اي مكان تاني، مش هو ده الحل. الحل ان اللي غلط يتحاسب. الجمهور الاسماعيلي غلط، ما يدخلش المدرج تاني، ما يشجعش تاني لمده ماتش 2-3. لكن الاهلي والزمالك لازم يلعبوا في الاسماعيلي. لو جماهير مانشستر يونايتد غلطت في لاعب او غلطت في جماهير تانية ممكن يتم ايقاف الجماهير دي، لكن الماتش بيتلعب برضه في ملعب مانشستر يونايتد او ملعب ليفربول او هكذا. الحل مش ان احنا نبقى الاهلي والزمالك ما يلعبوش في الاسماعيلي، لا، الحل الاهلي والزمالك يلعبوا في الاسماعيلي، ونحاول الجماهير اللي تدخل هي الجماهير اللي تستحق تدخل الملعب وتدخل المدرج. ده الحل من وجهة نظري. لكن اللي بيحصل حاليا ده دليل على ان مفيش حلول عند المسؤولين، واسهل حل الاهلي والاسماعيلي يلعبوا في برج العرب، الاسماعيلي والزمالك يلعبوا في برج العرب. لا، ده مش حل. الماتش يتلعب في الاسماعيليه ويتلعب في بورسعيد ويتلعب في مكانه. والحل ايه؟ بلاش جماهير، او الجماهير المشاغبه ما تدخلهاش المدرج. حلوا الحل الصح مش الحل السهل.